كنت قاعد بعد ما اكلت لحمه العيد وبفكر في الناس اللي عايزه تخس، ففتحت شات جي بي تي وقلت اساله اسئله عميقه شويه عشان اعرف السبب الرئيسي اللي محدش واخد باله منه. لقيت انه بيكلمني عن تغيير الهويه، وانك لازم تسال نفسك الكام سؤال دول، واللي اولهم انت مين وعايز ايه من الموضوع ده. تبدا تفكر في الشخص اللي انت عايز تبقى زيه قدام. شايف بقى الشخص ده، بتبدا تشوف افعاله اليوميه او الروتين بتاعه عامل ازاي، وتبدا تقلد كل ده بالحرف، وبعدها تبدا تبني العادات اللي بتاكد هويتك الجديده. كنت فاكر اني هكلمك في سعرات حراريه وتمرين، صح؟ شفت الموضوع طلع اكبر من كده بكتير ازاي. تعال نكمل بقى في الكلام اللي مهم بجد. زي ما قلنا، انت من هنا بتبدا تبني عاداتك الجديده وتاكد الهويه اللي انت بنيتها من جديد. ولازم تعرف ان كل عاده مهما كانت صغيره هي بتاكد هويتك، وبتخلي صوتك الداخلي يبقى ثابت على موقفه اكتر. يعني لما تاكل وجبه صحيه انت كده بتاكد انك شخص صحي، وبرضه لما تروح تتمرن انت بتاكد على نفسك ان انت شخص رياضي. ولما ترفض تاكل سناك زي الشيبسي او الحلويات فانت كده بتاكد ان انت شخص عنده هدف وعايز توصل لهدفك. فقولها لنفسك كل يوم انك انسان رياضي وعندك هدف عايز توصل له، وفي نفس الوقت مدي الاولويه لجسمك وانك هتبنيه يوم بعد يوم. ممكن بقى تحفظ الفيديو ده وتكتب الكلام ده على اي حيطه جنبك، على تليفونك او حتى على مرايتك. خليك فاكر ان من صار على الضرب يوصل مهما كان هدفه لفين. فلايك وفولو وشوف الفيديو اللي فات، لان هو فيه الخطوات العمليه اللي هتعملها علشان تخس. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.